السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس الإكسل. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض إزاي أظبط الحروف اللي في الكلمات لو الكلمات جاية لي بالشكل ده. طبعا إحنا بنتكلم هنا بناخد سامبل، ولكن في الحياة أنت بيكون جاي لك شيت كبير فيه كلمات كتيرة جدا أو شيت كبير هنعمله دلوقتي في خطوة بالظبط أقل من دقيقة. فلو أنا جاي لي الحروف بالشكل ده وأنا عاوز أخلي كل الحروف كابيتال، بعملها عن طريق دالة أبر. بعمل يساوي وبكتب أبر UBB، هي بنلاقيها بتظهر معانا، باختارها بالتاب من الكيبورد، وبعد كده باحدد الخلية اللي فيها المشكلة دي، وباقفل القوس واضغط Enter. هنلاقيه خلّى كل الحروف بتاعة الكلمة capital. طبعًا لو أنا عندي عمود عاوز أطبّق عليه كل الfunction اللي أنا عملتها دي، باجي في الخلية اللي أنا عملت فيها upper، وباقف هنا لمّا بالاقي شكل السهم بتاع الmouse بتاعنا اتغيّر، وباعمل auto fill عن طريق إن أنا باضغط على الماوس وباسحب لحد المكان اللي أنا عاوز تتطبّق فيه الfunction. هنلاحظ إن كل الكلمات بقت الحروف بتاعتها capital. طب بعد كده لأ، لو أنا عاوز كل الحروف تبقى small، هنستخدم دالة lower. هاعمل يساوي وباكتب LO لحد ما بتبدأ تظهر معايا، ظهرت باختارها بتاب من الكيبورد، وباروح أختار الخلية وأقفل القوس وأضغط Enter. هنلاقي فعلًا كل الحروف بتاعة الكلمات بقت small. بنفس الطريقة باروح وأعمل auto fill، ممكن أضغط مرتين هيطبّق لي في كل العمود، يعني مش لازم أفضل ضاغط وأسحب للأسفل. طيب، في حالة بقى إن أنا عاوز أول حرف في كل كلمة هو اللي capital، أقدر أعمله بكل سهولة عن طريق دالة proper. يعني باقف هنا وأضغط يساوي، وبابدأ أكتب الدالة بتاعتنا اللي هي proper لحد ما بتظهر، وباختارها عن طريق التاب. باروح أضغط الخلية اللي أنا عاوز أطبّق فيها الكلام ده وأقفل القوس وأضغط Enter، وأعمل autofill. وبكده نكون خلّصنا شرح الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.